القطايف من الاكلات اللي مرتبطة عندنا بشهر رمضان، فالواحد لما بيحب ياكلها بقى كده حاجة مظبوطة، حاجة من الاخر. ولو عملتيها في البيت فعلا هتاكلي احلى قطايف، احلى من اللي انت بتشتريها بمليون مرة، والله بجد خطيرة. ولما العجينة تكون مظبوطة معاكي تقدري تحشيها اي حشوة، حادق حلو زي ما تحبي. وممكن تاكليها حتى من غير ما تحشيها خالص. يلا بينا نعمل احلى قطايف باحلى عجينة. توكلنا على الله. هحتاج 2 كوب من الدقيق، ونصف كوب من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وساعات بنقول عليه دقيق السامولينا. هنخلهم كويس بالشكل ده. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر. السكر هو اللي بيساعد العجينة ان هي تاخد اللون المكرمل اللي هو البني الخفيف. معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربونات او كربونات الصوديوم، فانيليا، رشة من الملح حوالي كده طرف المعلقة. هقلب المكونات الجافة كلها مع بعض بالشكل ده، ونزلت عليهم ب3 أكواب من المية. ممكن تخفقي المكونات دي بالمضرب اليدوي، بس على شرط يكون مش أقل من 4 دقايق، وتخفقي كويس جدا. أو تستسهلي بقى وتضربيها في الخلاط أو بالهاند بلندر. وأنا بصراحة كملت بالهاند بلندر. قوام العجينة مش بيكون تقيل، بيكون سائل إلى حد ما، عشان تتأكدي إن القوام ده مظبوط. على ظهر المعلقة بتعملي بالشكل ده، لو ظهر الخط كده يبقى القوام مظبوط. هتغطي العجينة وتسيبيها ترتاح 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. احنا مش عايزينها تخمر. الخميرة اللي احنا ضايفينها للعجينة ضايفينها كمحسن، لكن انت ممكن تستغني عنها. سبتها ارتاحت حوالي ربع ساعة. لو ظهر فقاعات او بابلز كتير من فوق قلبي الخليط. ولو حسيتي ان الخليط تقل معاكي زودي له شوية مية. بس هو كده قوام مظبوط. كل ما تتأخري عليه هتلاقي القوام يتقل معاكي والفقاعات دي هتزيد معاكي. الطاسة على النار وتكون غير لاصقة وتكون سخنة، يعني انت بتسخني الطاسة وبعد كده بتهدي النار عليها وبتنزلي بالخليط. اول واحدة نزلت بيها حسيت ان حجمها كبير جدا، فبعد كده استخدمت معلقة اصغر. اول واحدة او اول اتنين هيعتبروا هما تجربتك، بمعنى ان انت هتعرفي الحجم ده مناسب ليكي، النار مظبوطة ولا عالية. مش عايزين القطايف تحمر مننا قوي، فاول ما تحسي كده ان هي بدأت تستوي بترفعيها على طول من على النار. ودي تاني واحدة. شايفين الفقاعات اللي بتظهر وحجمها ده حجمها الطبيعي، لكن لو لقيتيها واسعة معاكي قوي يبقى العجينة عايزة تتضرب في الخلاط تاني او يتضاف لها شوية مية. اول ما تبقى بالشكل ده يبقى كده استوت معانا، لكن لو عايزاها تحمر من تحت اكتر من كده هتسيبيها على النار شوية. واهم حاجة اللي بتعمليه تغطيه بفوطة مطبخ على طول اول ما تخرجيها عشان ما تنشفش منك. من الكوبايتين دي عملنا كمية كبيرة جدا من القطايف، يعني ممكن تقللي او تكتري عن كده. هقولك ازاي تحتفظي بيها في الفريزر. شايفين العجينه طريه ازاي عشان غطيناها اول ما عملناها على طول. شايفين لونها والسوا مظبوط ازاي. في كام واحده كده غمقوا مني بس مفيش مشكله. اول واحده عملتها كانت كبيره. شايفين حجمها. انا بصراحه مش بحبها كبيره كده، لكن انتي اعملي الحجم المناسب ليكي. عايزه تكبري عايزه تصغري براحتك بقى. وملاحظين المسام بسيطه، يعني المسام مش واسعه. هو ده السوا المظبوط والشكل المظبوط للقطايف. هتحضري اي حشوة بتفضليها. انا نزلت بحوالي 4 معالق كبيرة من السوداني. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من جوز الهند، معلقتين كبار من الزبيب، معلقة سكر كبيرة. انا بحب بصراحة اضيف قرفة بس نسيت خالص، رغم ان انا كنت حطاها جنبي بس نسيتها خالص. هنزل عليهم بحوالي معلقتين كبار من العسل النحل او من السيرم او الشربات التقيل اللي انت هتعمليه. اضافة العسل او الشربات هتخلي الحشوة متماسكة. هنحشي القطايف وما تملهاش قوي عشان تعرفي تقفليها. وانتي بتقفليها اضغطي كويس جدا عشان ما تفتحش منك وانتي بتحمريها. هي عامه العجينه طريه معاكي وهتلاقيها بتتقفل بكل سهوله. انا مش هحشيها كلها لان في جزء هحشيه كريمه. هتمسكيها كده وتقفليها يعني نص قفله او اكتر من نص شويه، وبتحشيها بقى كريمه قشطه زي ما تحبي. انا حشيتها كريمه عاديه خالص اللي هي كريمه الخفق. لو حابة تحتفظي بيها في الفريزر فاحتفظي بيها بعد ما تحشيها بالسوداني، او لو حشوة حادقة زي ما تحبي، وبتخرجيها على التحمير على طول. عشان تقليها بتحتاجي لازم يكون زيت غزير. لو عايزاها تكون مقرمشة معاكي قوي اتكي عليها في التحمير شوية، وما تنزليش بكمية كتيرة عشان تاخد راحتها وتحمر كويس. لما نزلت بالقطايف اول مرة في واحدة فتحت مني بسيط بالشكل ده خلاني اعيد عليهم كلهم تاني، فما فيش ولا واحدة اتفتحت مني تاني. فقبل ما تنزلي بالقطايف عيدي على القفلة اللي انت قافلاها عشان ما تتفتحش منك. واول ما تحمر وتاخد معاك اللون الذهبي الجميل شيليها، ولو عايزاها تبقى مقرمشة اكتر سيبيها تحمر عن كده شويه. بعد ما بتصفيها كويس جدا بتنزلي بيها وهي سخنه في شربات تقيل بارد. شربات القطايف بيكون تقيل، فهتنزلي بكوبايتين من السكر عليهم كوب من الميه.
ما تقلبهوش، هترفعي على نار متوسطة، واول ما يبتدي يغلي معاكي هتنزلي عليه بعصرة نص ليمونة وفانيليا. هتسيبيه على النار حوالي 7 دقايق. يفضل الشربات او السيرم تجهزيه قبل ما تجهزي القطايف لان احنا بنحتاجه يكون بارد. هنا الشربات بعد ما برد تماما نزلت بالقطايف وهي سخنة فيه. هتقلبي القطايف مع الشربات او السيرم كويس بالشكل ده. تسيبيها حوالي نص دقيقة كده في الشربات، لو سبتيها اكتر من كده هتطرى منك. القطايف طالعة مقرمشة وسواها مظبوط. بالنسبة للقطايف المحشية كريمة ضفتلها عين جمل وفستق، اي مكسرات متاحة عندك هتنزلي عليهم بالشربات التقيل او ممكن تستبدليه بعسل نحل زي ما تحبي. ودي القطايف الوحيدة اللي كان حجمها كبير بالنسبة للباقي، دي كانت اول واحدة انا عملتها. كان نفسي اسمعكم بصراحة صوت القرمشة بس صوت الاولاد كان مسيطر اكتر. بس اعتقد من شكلها باين ان هي مقرمشة خالص وخطيرة، وعايزة اقول لكم مش شاربة زيت خالص. يلا مستنيين ايه؟ بمكونات بسيطة عملنا احلى قطايف. جربوا الطريقة وقولوا لي رأيكم في التعليقات. انتظروا مني وصفات رمضانية كتير. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.